صباح الخير، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. فيديو النهارده ان شاء الله هنعمل فيه اصابع البقلاوه. هعملها بطريقه سهله جدا، هقولكوا على شويه تفاصيل عشان تطلع معاكم مظبوطه ومورقه، وعلى فكره ممتعه جدا في عمايلها، طعمها حلو جدا، مقرمشه، قوامها مظبوط على الاخر. فلايك الفيديو، اشترك في القناه لو اول مره تشوفوني، ويلا بسم الله. اول حاجه هنجهز الشيره عشان تبرد. عندي هنا كوبايتين من السكر، هزود عليهم كوباية مية وكمان شرايح ليمون، ممكن تعصروا عليهم نص ليمونة كبيرة، وعلى النار لحد ما الشيرة توصل للغليان. نهدي النار، نسيبها تغلي من 7 ل10 دقايق وبعدين نطفي. قوام الشيرة لازم يكون وسط. نيجي بقى للبقلاوة. عندي هنا كوباية ونص من الفستق المطحون، طحنة وسط، ممكن تستخدموا اللوز او عين الجمل، اي نوع مكسرات تحبوه. كلنا في البيت بنحب طعم الفستق اكتر حاجة، فعشان كده هستخدمه. عندي كوباية سمنة مدوباها، ممكن تحتاجوا اقل من الكوباية، ممكن تخلطوها مع زبدة، مش لازم الكمية كلها تكون سمنة، بس هي اللي بتدي افضل طعم. لفة جلاش وهنستخدمها كلها، وفرشة عشان ندهن السمنة، وكمان عود خشبي طويل، وكمان ما يكونش رفيع قوي، يكون سميك شوية زي ده، بيكون اسهل كتير ومريح وقت اللف. لما بتفتحوا لفة الجلاش بتلاقوها متطبقة نصين، غالبا بيكون النصين مش قد بعض، فانا بفردها الاول وبعدين بقيس اتاكد واقسمها نصين يكونوا قد بعض بالظبط، وبعدين بحطهم فوق بعض. اسحب اول ورقتين انا هحتاجهم، والباقي بغطيهم بفوطه تكون رطبه طول ما انا شغاله فيهم. عندي هنا دول ورقتين، بشيل اللي فوق، ادهن الورقه اللي تحت دهنه خفيفه من السمنه، بس نوزعها كويس جدا خصوصا من عند الاطراف. ودهن الورقه الاولى مهم جدا لكذا سبب. اولا السمنه هتخليها طريه جدا فتتلف بسهوله جدا، ووقت الكشكشه ما تتقطعش ابدا. وعما نرصهم في الصينيه ونخلص باقي الكميه، السمنه بتفضل محافظه على طراوتهم وحتى على قوامهم كمان، غير لما تكونوا مش دهنينها خالص. بحط عليها الورقه اللي فوق، هدهن الجزء اللي فوق بس عشان هنقفل بيه ومتفكش مننا وقت الكشكشه، والجزء اللي تحت هنوزع فيه ما يعادل معلقتين كبار من الفستق المطحون او نوع المكسرات اللي انتوا قررتوا تستخدموها. ممكن تزودوا الكميه عن كده زي ما تحبوا. بعدين نحط العود على طرف الورق ونلف، ما نشدش قوي ولا نرخي قوي واحنا بنلف، نخليها مرتاحه شويه عشان خاطر تستوي وتقرمش من جوه والسمنه توصل لكل مكان. نضغط شويه عشان الطرف يتقفل كويس، وبعدين نبدا نزم ونكشكش مع ضغط بسيط طول الوقت عشان كل حاجه تمسك في بعض وتديني شكل منتظم نوعا ما. بسحب العود بسهولة جدا، وبعدين بقسمه نصين ونصين، برجع اقسمهم نصين كمان واحطهم عكس بعض بالطريقة دي الطريقة اللي انا هرصهم بيها. ممكن ترصوا بالطريقة اللي تريحكم. هعمل كمان واحدة واوريكم شكلهم في الصينية في الاخر بيكون عامل ازاي. بالنسبة للعود الخشب، لو عندكم اعواد الشوي رفيعة فخدوا 3 أو 4 مع بعض ولفوا عليهم استرتش راب عشان يبقوا عود واحد وتقدروا تستخدموه بأريحية. بعد ما رصيتهم كلهم، انا برصهم بالطريقة دي، كل 2 عكس بعض. ممكن تخلوهم منتظمين، ولكن الشكل ده حلو جدا ومختلف، والفراغات في النص بتخليهم يستووا بطريقة احسن ويطلعوا مقرمشين اكتر. ملحوظة مهمة نسيت اقولها، بباقي كمية السمنة اللي عندنا ضروري ندهن وش البقلاوة قبل ما ندخلها الفرن. الفرن سخن مسبقا على 180، الرف الوسط، ومفيش وقت محدد للبقلاوة بالذات، بتختلف من فرن للتاني. احسن طريقة بالنظر، هنراقبها كل فترة لحد ما تاخد لون ذهبي من تحت، والاطراف كمان تاخد لون ذهبي. لو حسيتوها محتاجة تشغلوا الشواية فطفوا النار من تحت، شغلوا من فوق لمدة 2 أو 3 وانتم مراقبينها. هنطلعها من الفرن وهي سخنة على طول، وننزل عليها بالشيرة الباردة. وهنا قوام الشيرة يكون وسط، مش خفيف قوي زي الكنافة او البسبوسة، ولا تقيل قوي. وبس كده، زينتها بفستق في الفراغات اللي بينهم. صدقوني هتاكلوا احلى واطعم بقلاوه من ايديكم، قوامهم مظبوط جدا، السمنه والشيره واصلين للاخر، واخده اللون الذهبي المظبوط. طريقتها سهله ممتعه جدا في العمايل، تنفع لرمضان للعيد، حلوه بشكل مش طبيعي، تفضل مقرمشه لكذا يوم، مش يوم ولا 2 ولا حتى 3، اكتر من كده بجد.
واسمعكم دلوقتي صوت القرشة بتاعتها وهي بتتقسم بالنص، فجربوها، متأكدة انكم هتنبهروا بيها ومش هيكون ببالغ ابدا لو قلت انها احلى بقلاوة اكلها في حياتي، ده بجد فعلا. وبس كده، كل سنة وانتم طيبين. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، جربوها، مستنية رأيكم فيها. متنسوش تعملوا لايك للفيديو، اشتركوا في القناة لو دي اول مرة تشوفوني، وبس كده واشوفكم على خير ان شاء الله.